بصوا كالعاده جاي اثبت لكم ان احنا مفيش حاجه ما ينفعش نعملها في البيت، فعشان كده النهارده في الفيديو ده هنعمل مع بعض التشيكن راب. جبت بقى حتتين الفراخ الموجودين عندي في الفريزر، وكمان جبت شويه توابل جديده كده جايه اجربها معاكم في الفيديو ده. ويلا بينا نعمل مع بعض التشيكن راب، وكمان هوريكم ازاي بعمل الستريبس في البيت. فتعالوا نشوف الفيديو مع بعض. اول حاجه عندي هنا بوله فاضيه هحط فيها بمقدار كوبايه من اللبن، هما دول شويه اللي كانوا موجودين على قد شويه الفراخ. هعصر عليهم نص ليمونه، وبعدين هبدا اضيف عليهم التوابل، شويه ملح وشويه من الفلفل الاسود، حاجه بسيطه كده، وبصل وتوم بودره، دول اساسي في التتبيله دي، وكمان شويه من البابريكا. واخر حاجه احطها خلطه ال11 بهار دي، جربوها بجد حلوه قوي، هتعتمدوها في كل التتبيلات بتاعتكم. هحط منها شويه، مش هحطها كلها لان انا كميه الفراخ اللي عندي مش كتير، مقدار نص الباكت كده بس. اخر حاجه بقى شويه كده من الهوت صوص، لو بتحبوها حراقه، ما بتحبوهاش حراقه شيلوا الهوت صوص ما تحطوش، ده اختياري. ما عندكيش هوت صوص وعايزاها حراقه ممكن تحطي شويه شطه. نقلب بقى كده تقليبه سريعه، وابدا اضيف الفراخ اللي عندي اهو بالشكل. تقليبه سريعه كده للفراخ. بعد كده جبت طبق او ممكن تجيبي بوله تكون غويطه شويه، وهحط فيها كوبايه ونص من الدقيق، وهبدا احط عليها نفس التوابل اللي انا هتبل بيها الفراخ. بالمناسبه نسيت اقول لكم ان الفراخ ممكن تتحكموا في شكلها براحتكم. انا كنت مقطعاها شرايح بالطول كده، وشرايح تكون سميكه شويه ما تبقاش رفيعه عشان عايزاها تبقى ستريبس. لو عايزين تقطعوها باي شكل تاني زي ما انتوا عايزين، الموضوع ده بيرجع لكم يعني. انا قطعتها ستريبس اهو، وهسيبها في التتبيله بتاعتها شويه. الخطوه اللي بعد كده بقى جبت الصوصات بتاعتي، عندي كاتشب وعندي مايونيز وعندي حته خس صغيره كده، وكمان طماطمايه. هبدا ان انا اقطع الطماطم والخس، وكمان عندي شرايح الجبنه دي انا بشتريها بالواحده كده. لو عايزين الجروب اللي انا بشتريها منه ممكن اسيبه لكم تحت الفيديو. وتعالوا نشوف بقى هنعمل الحاجات دي ازاي. الخطوه دي مش هينفع ان انا استخدم اي حاجه تانية غير ايدي. هقلبها كده بس من غير ما اضغط عليها، وبعدين هنزل فيها بميه، هنزل بيها قصدي في ميه ساقعه، وارجع احطها تاني في الدقيق واقلبها من غير ما اضغط عليها عشان تاخد الشكل ده اهو. بعد كده جبت العيش السوري. انا عندي عيش الصاج ده، هعمل شويه بعيش الصاج وكمان هعمل شويه بعيش التورتيه. اول حاجه هعملها هبدا احط شويه من الصوصات اللي عندي دي، يعني شويه كده من الكاتشب وعليها شويه من المايونيز اهو كده، وكمان شويه من المايونيز بالشكل ده، وهفردهم كويس. وبعدين هحط شويه من الخس وشويه من الطماطم كده. وبعدين هجيب شرايح الجبنه الشيدر، وهقسم كل شريحه لاتنين كده بالشكل ده، واخده لون ذهبي ومستويه كويس من جوه لانها خدت وقتها على نار هاديه. بعد كده هبدا الفه نفس اللفه بتاعه العيش السوري او عيش الصاج اللي هي بتاعه الشاورما، وهبدا الفه كده. انا عارفه انه بيتعمل بعيش التورتيه، بس انا لما بجيبه من المطاعم السوري بيتعمل بعيش الصاج، فعلشان كده انا بحبه بعيش الصاج اكتر من العيش من عيش التورتيه. بعد ما بقى بالشكل ده هحطه على صاجه او طاسه ما بتلزقش على النار، حاطه فيها نقطه زيت صغيره. هحطه بقى على نار هاديه ياخد تحميصه حلوه كده من الناحيتين. انا حاطه عليها شويه زيت صغيرين بالشكل ده كده. بصوا واخد تحميصه عامله ازاي، بصوا بصوا خطير. الفراخ مستويه وطعمها حلو قوي، والتتبيله دي خطيره مع انها بسيطه وما فيهاش حاجات كتير. جربوها وان شاء الله يعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب.